الاخوان السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو واش ندير البلان الطوموبيل ديالي ولا لا، واش داك البلان غادي ينفعني ولا غادي يضرني. عندنا جوج انواع ديال الناس. كاين واحد النوع اللي خصو الطوموبيل ديالو ديما تكون بلان، ولا هبطلو النيفو د الغازوال للنص بحال اللي ناط القيامه، لي زانجيكتور غيتوسخوا، البومبا غادي تخسر، واش لا مشاكل. وكاين واحد النوع واحد اخر عنده لي قوي ديما لاصق في الحمر، وكيقول لك مازال فيها الخير، مازال ضرب واحد 40 كيلومتر على الاقل. انت كيصوني عليك في التليفون، جيب معاك شي 5 لتر د المازوط واجي. انت اين واحد منهم؟ واش النوع الاول ولا الثاني؟ واش الا خلينا المازوط تيسالي واش غتوقع شي حاجه للطوموبيل؟ ثلاثه د الامور عندها علاقه بهذه القضيه. الامر الاول هي النقاوه ديال لي زانجيكتور. الامر الثاني منين كيجي هذا الماء وهذا الوسخ اصلا. والامر الثالث هو الريزيرفوار ولي سيتير كي داير الشكل ديالهم. بالنسبه لي زانجيكتور خصهم ديما يكونوا نقيين من الداخل. الحاجه الثانيه كما قلنا هو الوسخ والماء. الا افترضنا ان الريزيرفوار عندنا فيها الوسخ او لا الماء، فمنين جا هذا الوسخ ومنين جا هذا الماء اصلا؟ ليسانس ولا المازوط كيجي من واحد الزيت الخام اللي كيخرجوها من الارض، وكيدوز فواحد الصفايه اللي كيخرجوا منه بزاف ديال المحروقات، كيدوز في قوات كبار وكتستوكا في واحد لي سيتيرن كبار قبل ما يجيو الكاميونات يوزعوا على لي ستاسيون. وهاد لي سيتيرن كيكونوا نقيين بزاف، هما لي سيتيرن ديال الكاميونات. وهاد الكاميونات من المستحيل يكونوا موسخين لحقاش كيفرقوا المازوط والليسانس بشكل يومي. نجيو للامر الثالث هو لي سيتيرن ديال البومبات. هو اكثر الاسباب اللي كيدخلوا الوسخ والماء، يا اما كيتصداو دوك لي سيتيرن بقاش كيبقاو من تحت الارض كيدخل لهم الوسخ والماء، ولا من داك الغلاقه الفوق اللي كيعمروا منها لي سيتير. تقدر داك الغلاقه يخليوها محلوله يدخل لها الماء ولا الوسخ ولا التراب. المهم الانسان خصو يعرف فين يدير المازوط ولا ليسانس. السؤال هو الا درت البلان كل ما يهبط النيفو ديالو للنص ولا الربع، واش غادي يكون مزيان للطوموبيل ولي زانجيكتور والبومبا غتكون حسن؟ الجواب هو لا، سواء كان في الربع ولا في النص ولا عامر. الا كان عندك الماء ولا الوسخ في الريزيرفوار فما غيتبدل والو. نشرح لكم البلان كيفاش. البومبا د المازوط كتكون بياسه وحده. هاد البياسه فيها هذيك البومبا اللي كتدفع المازوط والفلوتور اللي كيعطيك النيفو ديال الغازوال، وفيها واحد المنظم ديال الضغط. البومبا كتكون لداخل وكتبرد بداك الغازوال اللي كيدوز فيها. وهاد البومبا كيختلف الضغط ديالها ما بين كل طوموبيل، كيكون ما بين 3 و 3.5 بار. منظم الضغط الدور ديالو هو يحافظ على ديك لابريسيون اللي كتوصل لي زانجيكتور. وغالبا كيكونوا جوج ديال لي فلتر، واحد ديال البلاستيك كيكون برا وواحد اخر كيكون لداخل ديال البومبا كامله. الشكل ديال البومبا فاش كتركب كتكون في اخر نقطه ديال الريزيرفوار، يعني في القاع. وداك الفلتر ديال البلاستيك اللي قلنا حتى هو كيكون في اخر نقطه في الريزيرفوار، وهو اللي كيجبد ليسانس ولا المازوط الا كان الريزيرفوار في الربع ولا في النص ولا عامر. يعني البومبا فاش كتبغي تجبد المازوط ولا ليسانس كتجبد من اخر نقطه في الريزيرفوار. الريزيرفوار الا كان فيه الماء ولا التراب يعني غادي يكون في القاع، لحقاش داك التراب والماء كيكونوا ثقالين على المازوط، يعني المازوط كيطلع للفوق ودوك الترسبات والماء كيهبطوا لتحت. يعني الا كان عندنا الماء ولا التراب في الريزيرفوار فالطوموبيل غتجبد داكشي هو الاول، يعني داكشي اللي يوقع لطوموبيلتك فغيوقع من الدقيقه الاولى اللي دير فيها المازوط. الا طحتي في هذه الحاله خصك طيح الريزيرفوار، تنقيه، تنشفو، تشوف البومبا واش نقيه هي ولي فلتر، وترجع داكشي لبلاصتو، وما تنساش تنقي لي زانجيكتور. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.